على لسان الأستاذ عبد القادر بورمضان وعلى كتب عدة مؤرخين أنه لو كانت المقاومات ضد الغزو الفرنسي للجزائر في تلك الحقبة التاريخية كالمقاومات التي نهضت في ساعاتها الأولى بعنابة ضد العدو الفرنسي المتتالية لما احتلت الجزائر. اليوم رانا سلكنا طريق آخر ودخلنا من أحد أبواب المدينة القديمة اللي هو بمحاذاة الميناء وكان يسمى بباب البحر. كانت هناك أكبر عملية بطولية اللي صارت بمحاذاة هذا الباب، عملية بطولية لفدائي لشهيد اللي قام بمحاولة اغتيال الجنرال السفاح جنرال بيجار. اللي قام بالعملية هو ابن الحي العتيق بني محافر بن بخا ربح المدعو بوتي. قام بإطلاق 3 رصاصات، منها واحدة أصابت كتف في جهة القلب للجنرال بيجار، مما اضطر السلطات الفرنسية أن تنقل بجناح السرعة إلى فرنسا. بن بخا عندما رأى بيجار في الأرض ظن أنه ميت، ستادير مام الجنرال بيجار دار روحه ميت، فبن بخا قام بإخلاء المكان هو وصديقه الفدائي. ثم في تدخله في بعض القنوات الفرنسية في سنة 2001 في استضافته في هذه القناة الفرنسية، قال هذا الجنرال السفاح ما مصير من قام بمحاولة اغتيالي. للديكلاراسيون أسالت الحبر السلطات الفرنسية أنه تم القبض على الفدائيين الاثنين. المعلومات اللي أعطاها بيجار أنه تساءل أين مصير هذا البطل. علمنا بالفاجعة أن السلطات الفرنسية قامت في سنة من بعد القبض على الشهيد بن بخا في جبال الإيدوق، ثم حولته إلى المعتقل بواد العنب اللي موجود إلى حد الآن، وقامت بقتله بطريقة شنعاء، أنهم حطوه في زنزانة فيها كلاب متشردة لمدة 3 أيام، والكلاب تنبش في جثة الشهيد بن بخا. هذا العمل يعتبر عمل إجرامي ولا إنساني قامت به السلطات الفرنسية الغاشمة. الباجاج اللي عندك عمل جديد اليوم اللي راك جاي به ضيفك، من المفروض يحكي على المقاومات الشعبية والحركة الوطنية في فترة الاستعمار. الحلقة حلقتك اليوم وإليك الخط. إذن اليوم راح نشوف كيف عاشت مدينة عنابة وساكنتها المقاومة الشعبية والحركة الوطنية ضد المحتل الفرنسي. ولأجل هذا سيرافقنا اليوم إن شاء الله الأستاذ عبد القادر بورمضان، أستاذ محاضر بقسم التاريخ بجامعة 20 أوت 1955 بسكيكدا، وقد ناقش مؤخرا أطروحة الدكتوراه حول تاريخ مدينة عنابة في الفترة المعاصرة. شكرا أستاذ عامر جديد. إذا ننتقل الآن إلى شارع نفران للتعرف على محطات من تاريخ مدينة عنابة، خاصة خلال فترة المقاومة الشعبية. البلاصة اللي من ورايا هذه مسقط رأس المجاهد مصطفى بن عودة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنتكلم حول تاريخ مدينة عنابة، خاصة تاريخ المقاومة الشعبية، ولكن الكلام حول المقاومة الشعبية يجرنا الحديث عن الحملات التي تعرضت لها مدينة عنابة مع بداية الاحتلال الفرنسي. ربما لا يجهل الكثير أن مدينة عنابة قد تعرضت إلى 3 حملات عسكرية. الحملة الأولى كانت في 1830 في نهاية جويلية 1830 وبداية أوت، حيث أرسل دي بورمون حملة أولى بقيادة دامريمون. هذه الحملة نزلت بعنابة في أوت في 2 أوت 1830، واستطاعت هذه الحملة أن استطاع دامريمون
بعد يعني تواطؤات أن يدخل إلى المدينة، أن يحتل المدينة بضعة أيام، إلا أنه وجد مقاومة عنيفة وعنيفة جدا. هذه المقاومة استمرت منذ اليوم الأول لوجود الفرنسيين، يعني يوم 3 أوت 1830 يعني قادتها القبائل المحيطة بمدينة عنابة، وكذلك الجيش اللي كان موجود تاع أحمد باي اللي كان يعني موجود في المنطقة، حيث يعني جرت عدة معارك، منها معارك حول المدينة أين يعني حاول المقاومين يعني الوصول إلى الفرنسيين داخل المدينة وعبور الأسوار، وقد استشهد الكثير منهم حول أسوار مدينة عنابة. كما جرت مقاومات أيضا يعني عند مدينة رومانية هيبان، حيث كانت هذه المدينة التي تحيط بها أشجار كثيرة معقل كبير للمقاومين، وازدادت مقاومة شرسة لما وصل الشيخ بن تميم من القالة، حيث جاء معه جيش كبير من المقاومين. إلا أن هذه المقاومات في الحقيقة مقاومة الحملة الأولى لم تستطيع أن تطرد الفرنسيين إلا بعد أن جاءت أوامر من فرنسا لدامريمون لديبورمون في العاصمة ثم لدامريمون بالانسحاب من مدينة عنابة. وكان هذا الانسحاب بداية من يعني 18 إلى 20 أوت 1830. فشل هذه الحملة إن صح التعبير. فرنسا وجهت حملة ثانية هذه المرة في سبتمبر 1831 بقيادة القائد ديزير والنقيب بيغوت. طبعا هذه الحملة كذلك بعد يعني مفاوضات مع بعض سكان المدينة. سكان المدينة كانت علاقتهم في هذه الفترة نوعا ما سيئة مع أحمد باي لأسباب يعني مختلفة، وبالتالي قائد ديزير لما جاء إلى مدينة عنابة وجد أيضا شخصية كان باي سابق لمدينة قسنطينة، هو إبراهيم باي الكريتلي، وكان ومن الصدف أنه كان يعرف هذه الشخصية يعني في القسطنطينية، أعتقد في القسطنطينية يعني كان يتعرف عليه. وبالتالي حاول ديزير أن يعني يحتل مدينة عنابة محاولا في ذلك في كسب إبراهيم الكريتلي، إلا أن كل طرف كان يعني المدينة كانت يعني محط صراع بين إبراهيم كريتلي الفرنسيين وأحمد باي اللي كان حاصر المدينة في هذه المرحلة. ولكن رغم ذلك في النهاية الحملة هذه انتهت بنكسة كبيرة للفرنسيين، حيث أن القبائل استطاعت أن تخترق أبواب المدينة خاصة من جهة باب البحر. ويعني وكذلك إبراهيم كريتلي انقلب على القائد ديزير ويعني سيطر على القصبة، وما أدى بالطبع إلى موت الكثير من الفرنسيين واللي كانوا معهم في الحقيقة بعض الزواف يعني جنود الزواف. وانتهت هذه الحملة كما قلت بنكسة كبيرة للفرنسيين بمقتل حوالي 70 جندي فرنسي وجرح 30 جندي آخر، وكذلك مقتل القائد ديزير نفسه، وهو كان يعني يمتطي يعني السفينة للانسحاب من مدينة عنابة، وبالتالي انتهت بفشل ذريع. الحملة الثالثة والأخيرة فهي التي تمت في سنة 1832. هذه الحملة في الحقيقة بعض المؤرخين يسموها بحملة النجدة، أي محاولة الفرنسيين يعني نجدة يعني إبراهيم باي كريتلي وسكان عنابة اللي قلنا علاقتهم كانت سيئة مع أحمد باي. وبالتالي هذه الحملة قادها كل من نقيب درمندي والنقيب يوسف المملوك، وهو يعني في الحقيقة أصله إيطالي، ويعني جيء به من تونس بعد ما يعني تم يعني توجيهه إلى الجزائر في 1830 وأصبح يعني يخدم في الجيش الفرنسي. إذن هذه الحملة انطلق يعني جاءت يعني في بداية 1832 في جانفي 1830. وطبعا بعدما الفرنسيين يعني في هذه الحملة قاموا بكسب أو بمحاولة تواطؤ، يعني تحقيق تواطؤ مع أتراك القصبة، مع أتراك قصبة المدينة في الأعلى، واستطاعوا فعلا أن يكسبوا بعض الأفراد إلى جانبهم خاصة يعني مع نهاية الحكم التركي في مدينة الجزائر. وبالتالي استطاع النقيب يوسف والنقيب درمندي بفرقة من البحارة حوالي 31 بحار أو 30 بحار أن ينزلوا يعني صبيحة فجر 26 مارس 1832 الغربية للمدينة، وصعدوا يعني ثم
كان النقيب يوسف في القصبة ينتظرهم، واستطاع أن يمد لهم الحبال، حيث صعد الفرنسيون وقاموا يعني بالسيطرة على حصن القصبة. بعدما يعني سيطروا على القصبة يعني ونزعوا العالم الجزائري أو بعبارة أخرى العالم التركي، ويعني رفعوا العالم الثلاثي الألوان والعالم الفرنسي. وهنا يجب أن نذكر أن بن عيسى أو القائد بن عيسى قائد جيش أحمد باي اللي كان في حقيقة في اتصالات مع الدرماندي خاصة، يعني فوجئ بالعالم الفرنسي في يعلو القصبة، وحاول أن يعني أن يهاجم القصبة، لكن مقاومته باءت بالفشل في هذه المرحلة الثالثة، لأن المدفعية كانت قد يعني كانت هي الفيصل في هذه المعركة. وبالتالي ما على بن عيسى إلا الانسحاب من مدينة عنابة يعني، وأخذ معه بعض السكان وبعض الماشية وتوجه إلى قسنطينة عاصمة البيلك. اليوم خيرنا نصور الجزء الأكبر من هذه الحلقة في هذا المنزل اللي عنده دلالة ورمزية تاريخية كبيرة. كما قاعدين نشوفوا يجمع هندسة معمارية تعود لمختلف الحقب التي مرت بها المدينة القديمة أو مدينة بونا الحديثة. شكرا على الزيارة. إذن احنا اليوم رحنا لواحد من أهم المعالم التاريخية لمدينة عنابة، هو المنزل رقم 15 في شارع ديلي علي. هذا المنزل المرتبط بتاريخ الحركة الوطنية في مدينة عنابة، كونه يحتضن اجتماع للمنظمة الخاصة الجناح العسكري لحزب الشعب الذي أسس بين 15 و 16 من شهر فيفري 1946 أو 47 عفوا في الجزائر العاصمة. إذن إحدى اجتماعات هذا التنظيم السري في مدينة عنابة كان في هذا المنزل العائد للسيدة رحمونة لارقش رحمها الله، جدة المجاهد الرمز العقيد سي عمر بن عودة. إذن ذات يوم من سنة 1949 احتضن هذا المنزل اجتماع تاريخي للمنظمة الخاصة، حضرته شخصيات مهمة مرتبطة بالفعل الثوري لمدينة عنابة، في مقدمتهم المجاهد الرمز سي عمر بن عودة، الشهيد البطل بيجي مختار، الشهيد البطل مصطفى بن بولقيد، رابح بيطات، محمد خيضر، واسماء كبيره جدا توافدت على هذا المنزل التاريخي. طبعا في سنه 1950 عشيه اكتشاف المنظمه الخاصه كما تكرر السي عمر بن عوده كان حاط هو كرسي وجالس في المكان هذا. جات سلطات الاحتلال الفرنسي في مارس 1950 واعتقلت السي عمر بن عوده وداته للسجن تاع عنابة رفقه عدد من الابطال. طبعا كما عبرنا الكل قعدوا مده سنه في السجن المدني في مدينه عنابة، ثم في افريل 1951 تمكنوا من الفرار هو وزيغود يوسف وراحوا الاوراس. بعد ذلك راحوا منطقه القبائل لغايه الاجتماع لغايه المشاركه في اجتماع مجموعه 22 في جوان 1954 في العاصمه. إذن بعد ذلك انتقلوا للجزائر العاصمة ويشاركوا في اجتماع مجموعة 22 في أواخر جوان 1954. بعد ذلك رجع سي عمر بن عودة لمدينة عنابة وعين قائد على مدينة عنابة وراح يقود الصدمة الأولى مع المحتل الفرنسي لغاية المشاركة في اجتماع أو هجمات الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955 ثم مؤتمر الصومال. بعد ذلك سيغادر لمهام
مهام دبلوماسية، منها نقل الأسلحة قبل ذلك، ثم مهام دبلوماسية لغاية المشاركة في اتفاقيات إيفيان التي كللت بتحقيق النصر في 19 مارس 1962. إذن سي عمار بن عودة يمثل صفحة مشرقة وصفحة مهمة من التاريخ والفعل الثوري في مدينة عنابة. إذا نحن الآن أمام محل فحم تاع عمي إبراهيم رحمه الله. هنا دارت أحداث رواية لبيك حج الفقراء التي كتبها المفكر الجزائري الكبير الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله ذات يوم من سنة 1948، وتعد ثاني أعمال الأستاذ بعد كتابها الظاهرة القرآنية. تفاصيل هذه الرواية نجد أولا خونا عزو حفيد عمي إبراهيم رحمه الله. إذن حول أحداث الرواية نجد شخصية عمي إبراهيم، نجد خونا عزو، نجد أيضا زوجته زهرة، نجد عمي محمد، ونجد الولد الصغير الهادي. إذن عمي إبراهيم في فترة من فترات حياته أصبح يعني منحرف نوعا ما، أين أصبح مدمن كحول، وكانوا الأطفال الصغار المدينة القادمة يستهزئوا بعمي إبراهيم ويعيطوا له بقرعة. هذه الرواية ترسم عمق الروح الجزائرية وتراثها المنتمي إلى عمق الثقافة والحضارة الإسلامية. إذن عمي إبراهيم في ليلة من الليالي التي تصادف ليلة السفر للحج، طبعا مدينة عنابة في تلك الفترة كانت مكان يتم وجسر عبور يتم الانتقال منه عبر السفن لأداء فريضة الحج، يروح الحلق الوادي في تونس، بعد بور سعيد اللي كانوا يسميوها الجزائريين البرد سعيد، بعد ذلك توصل السفن لغاية جدة. إذن عمي إبراهيم قرر التوبة في ليلة السفر للحج، وقرر يبيع مع عمي محمد الشخصية اللي كان يحرص على أنه يرجع عمي إبراهيم للسكة، ونجح فعلا في إعادته للسكة. عمي إبراهيم قام ببيع يعني جزء من أملاكه والسفر لأداء مناسك الحج، وشاءت الأقدار أنه في السفينة كي طلع في السفينة جمعه الولد الصغير الهادي هذا نقدر نقولوا أنه أول حراق في تاريخ الجزائر. الهادي قدر يعني يطلع يدخل الميناء يتسلل ويطلع في السفينة ويركب، ومن ثم يروح الحلق الوادي ثم بورسعيد. الأستاذ مالك بن نبي طبعا في السفر بما أنها رواية يبدأ يوظف في المخيال تاعو، يوصل لغاية البقاع المقدسة وين يؤدي عمي إبراهيم فريضة الحج. من بعد عاود رجع بعد فترة لمدينة عنابة، وكما تكرر أخونا عزو قد راح عزو بعد ذلك مرة الحج حوالي 7 خطرات 6 ل 7 خطرات. المرة الأولى قال لكم باللي راح في السفينة. إذن هذه الفترة الأولى، المرة الأولى اللي راح فيها في السفينة، هذه اللي كتب لها الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله. هذه الرواية التي لها يعني بعد وصدى عالمي، ترجمت لعديد اللغات، بما أن مالك بن نبي هو مفكر غير عادي. نهضات العديد من الدول اليوم قامت على فكر الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله. إذن رحم الله عمي إبراهيم ورحم الله المفكر الجزائري مالك بن نبي وجميع شخصيات الرواية. عزوا أنتم اليوم نزلتوا محافظين على يعني هذه التقاليد والعمل المتمثل في بيع الفحم، والمحل ديالكم هذا يعتبر أقدم محل لبيع الفحم في مدينة عنابة، ونعرف خاصة خلال عيد الأضحى يعني اكتظاظ كبير. نشوفوا يعني عزوا حتى تفضلك، نشوفوا حتى يعني الاشياء مازالت كما راهي. نشوفوا الميزان القديم لهنا، نشوفوا طريقه وضع اكياس الفحم، يعني سبحان الله يعطيكم الصحه عزوا بما انكم حافظتم يعني على هذه الحرفه وهذا العمل، يعني ان شاء الله يتوارث الاجيال القادمه به تبقى الروايه ويبقى عمي ابراهيم يعني حي في ذاكره السكان عنابة. إذن حول تفاصيل الرواية نجد شخصيات عديدة وشواهد، منها جمع الباي اللي ذكره الأستاذ مالك بن نبي رحمه الله. نجد أيضا منازل القديمة، المدينة القديمة، نجد مثلا النساء كيف كانوا النساء الكبار كيف كانوا يستضيفوا الحجاج وهم رايحين المناسك الحج، خاصة اللي ما سنحت لهمش الفرصة أنهم يروحوا يأدوا مناسك الحج. وين يقول الأستاذ مالك بن نبي للأسف لما تتسنى لنا الذهاب لأداء فريضة الحج في هذه السنة، يقول في العام المقبل إن شاء الله، في العام المقبل إن شاء الله ادعوا لنا عند قبر الرسول. إذن هذه الرواية هي رواية جميلة جدا، لهذا أخذت بعد وصدى عالمي. مرحبا بكم في محل عمي إبراهيم، وشكرا على الزيارة وبارك الله فيكم. عمر
كان واحد القياده ودخل حتى في الغرفه التجاريه تاع النظام. شمبر كوميرس كان عضو في ممثل عن الاهالي. محمود قش هذا هو شخصية مهمة جدا في تاريخ الحركة الوطنية، لأنه هو اللي قاد المفاوضات مع المحتل الفرنسي بعد ما جاز 8 ماي 1945، والتي كللت بإعادة جامع أبو مروان للجزائريين، ومنه عودة هذا المسجد لدوره الديني والحضاري والتعبدي. مدينة عنابة عشية الاحتلال الفرنسي لها عرفت مقاومات شعبية عديدة، منها مقاومة سيدي حرب نغار. إذن سيدي حرب كما عبانا كان رفقة إخوته، كان يدرس في جامع شبيكة، حافظ للقرآن الكريم ويدرس الفقه، وكان في فصل الصيف يدور بالقربة الماء هذيك بيمد الماء مجانا. والأستاذ مالك بن نبي رحمه الله في كتابه في مهب المعركة يتحدث عن هؤلاء يعني اللي يدوروا بالقربة الماء هذيك في فصل الصيف يعني بغية الحصول على الأجر، وإن يقول إننا نعرف في الجزائر وفي البلاد الإسلامية الأخرى تلك الوجوه التي تقدم في فصل الصيف وجو حار ماء غدقا تسكبه من قربة، تمر وهي تردد تلك العبارة الشهيرة لدى أجيال المسلمين في سبيل الله السبيل. إذن سيدي حرب كان أحد هؤلاء الأبطال. ماذا بينا أستاذ كنت تعطينا تفاصيل أكثر حول مقاومة سيدي حرب كيفاه بدات؟ بغض النظر عن المقاومات التي كانت في محيط المدينة، كانت هناك أيضا مقاومة داخل مدينة عنابة البونة. هذه المقاومة تمثلت في مقاومة سيدي حرب، كان حامل ماء، يعني كان يحمل الماء للسكان، خاصة اللي كانوا يعانيوا من نوع من التمييز يعني العنصري الاستعماري حتى في شرب الماء، وبالتالي كان يعني يعاون السكان بحمل الماء ويعمرهم الماء من عيون المدينة. وفي سنة 1835 كان يعني في أمام إحدى عيون المدينة، وطبعا مر أحد بعض الجنود الفرنسيين أعتقد فيهم ضابط، ويعني حاول السخرية منه ورمى عليه بسجارته، وبالتالي كان رد فعل يعني بالحربي رد يعني شجاع ورد قوي جدا، حيث دخل في عراك كبير مع اولئك الجنود الفرنسيين. هم يذكروا استاذ يقولوا طفلوا السيجاره في وجهه. نعم. الغرض سيدي حرب لهذا نعم. نقولوا في الذاكره الشعبيه تاع سيدي حرب النغار. نعم ممكن هذه التسميه تعود الى اصل التسميه هذه، وبالتالي دخل معهم في العراق واستطاع أن يسقطهم أرضا، ويعني بعد ما حاولوا يعني يقتلوه بالسيوف وكذا فر بالحرب، فر إلى منطقة بني حافر. استطاع مع مجموعة من رفاقه يعني أن يشكل مجموعة إن صح التعبير فدائية، مجموعة مقاومة بالعيقوس بوشريت وزيجية. نعم. ويعني شكلوا يعني هذه المجموعة المقاومة وشكلوا خطر كبير على الفرنسيين، حيث نستطيع أن نقول أنهم فرضوا نوع من الحصار على مداخل ومخارج المدينة، وكانوا يعني يتخلصون من الأوروبيين بصفة عامة والفرنسيين حتى في الميناء، حتى يعني في ميناء المدينة. وكذلك أنه بالحرب حاول يربط علاقة مع جيش أحمد باي، كان يحمي رؤوس الفرنسيين ويقدمها إلى أحمد باي عربونا على وفائه لهذه البلاد ولهذه المدينة. مشكلة المقاومات الشعبية كانت دائما هي وجود بعض العناصر التي باعت ضمائرها ويعني تواطأت مع الاستعمار، ومنهم أحد القيادة الجزائر يعني اللي كانوا في الإدارة يعملون صح الإدارة الاستعمارية، وأعتقد القيد كرميش يعني كان قد أوشى بالحرب في سنة أكتوبر 1836 وطلب المدد من الجيش الفرنسي الذي استطاع أن يلقي القبض أو أن يقتل بالحرب ومجموعة وأصدقائه المقاومين، وبالتالي يعني انتهت مقاومة الحرب باستشهاد هذا البطل الذي كان الحقيقة إنسان عادي، رغم ذلك كانت له روح الوطنية وروح المقاومة. أستاذ هذه الروح يعني قعدت لدى عائلة حربي بعد ذلك بعقود، يعني خلال سنة 1953 الكشافة الإسلامية الجزائرية فوج المنى تاع النابا راحوا مشاو شاركوا في ملتقى وطني عربي للكشافة الإسلامية في زبداني
في سوريا. كي رجعوا استقبلهم الرئيس المصري جمال عبد الناصر مع حسين ايت احمد وخيضر واحمد مزغنه وشادلي المكي وجوه عديده، تبرزهم الصوره مع جمال عبد الناصر. بعد ذلك دخلوا للجزائر، عاودوا رجعوا للجزائر. كي دخلوا قالوا بلي الثوره بدات، وتحقوا كل بجيش تحرير، منهم حربي عمار، هذا واحد من احفاد سيدي حرب، اليوم ابتدائيه في عنابه تحمل اسمه، واستشهد في ميدان الشرف رفقه عامل العربي مراد حفظه الله، رفقه القائد العام للكشافه لاغو عمر الذي استشهد هو الاخر يعني في جبال الجزائر العاصمه في الولايه التاريخيه الرابعه. لنا نشوفوا هذه عائله حربي كيفاه توارثت الكفاح والنضال ضد المستعمر الفرنسي يعني. بعد انسحاب بن عيسى من مدينه عنابه في مارس 1832 طبعا اوكل مهمه المقاومه الى احد اتباع احمد باي، وهو بالقاسم بن يعقوب الذي كان يشتغل يعني قائد البساتين او يعني مشرف على البساتين ناحيه عنابه. وبالتالي بن يعقوب هذا يعني كانت عنده ايضا شعبيه في قبائل المنطقه خاصه مرداس، واستطاع فعلا ان يكون جيش من القبائل شكل خطر حقيقي على الفرنسيين، وبل انه وصل حتى اسوار المدينه. هذه المقاومه بدات من 1832 الى 1836 يعني شملت حواز المدينه، منطقه الحجار اليوم سيدي سالم، منطقه ايضا واد الذهب، غرب المدينه. ويعني استطاع بالقاسم بن يعقوب ان يهزم الفرنسيين في عده معارك خلال الفتره الزمنيه، الا ان المعركه التي في الحقيقه يعني اضعفت المقاومه هي معركه وقعت جنوب عنابه في منطقه الشرفه حاليا، وهي معركه طبة المرايا في نوفمبر 1834. هذه المعركة في الحقيقة جيش بن يعقوب يعني ومع جيش بن عيسى كانوا متمركزين في المنطقة، إلا أن الفرنسيين بقيادة مملوك يوسف استطاعوا أن يجهزوا جيش جرار، يعني جيش كبير جدا، ودخلوا في معركة غير متكافئة تماما. هذه المعركة انتهت باستشهاد عدد كبير جدا من مقاومة أحمد باي أو مقاومة بالقاسم بن يعقوب وجيش أحمد باي، وبالتالي ضعفت المقاومة. رغم ذلك حاول أحمد باي أن يعيد يعني النفس للمقاومة لما هاجم معسكر يوسف في الدرعان في 1836، واستطاع فيما سمي آنذاك بمعركة البايين على اساس ان مملوك يوسف عينته فرنسا باين على قسنطينه، وبالتالي هزم في الحقيقه احمد باي هزم مملوك يوسف في معركه الدرعان في اكتوبر 1836 الا ووصل حتى الى قرب مدينه عنابه، الا ان المعطيات يعني بعد ذلك تغيرت، وبالتالي انتهت مقاومه بالقاسم بن يعقوب باعتقال بالقاسم بن يعقوب، ويعني إنهاء هذه المقاومة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. نحن الرجال إذا قلنا فعلنا، وإذا عاهدنا الله أوفينا عهدنا. دمتم بخير.